السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان من قناتكم المفضلة حقائق وأرقام مع أحمد العربي. النهاردة هتكلم عن سلسلة مش هتنتهي من حقائق وأرقام. أبدأ بإن شاء الله البطولة الأفريقية أو البطولة المحبوبة لجماهير نادي الأهلي. تاريخ النادي الأهلي في البطولات الأفريقية يعد من الأعظم على مستوى القارة، حيث يلقب بنادي القرن الأفريقي. النادي الأهلي هو ملك اللعبة وسيد المستطيل الأخضر وملك الغابة، وهو زعيم أفريقيا بلا منازع، أو لو أصح التعبير النادي الأهلي في البطولات الأفريقية بينافس نفسه. النادي الأهلي 12 لقب أفريقي، 4 ألقاب كأس الكؤوس الأفريقية، 4 ألقاب كأس السوبر، 1 لقب كأس الكونفدرالية. تسلسل أهم إنجازات النادي الأهلي في البطولة الأفريقية. طبعا أنا هقولهم في الحلقة دي مجمعين مع بعض، بعد كده كل بطولة هقولها بأرقامها بتواريخها بإنجازاتها بالمباريات اللي لعبها النادي الأهلي إياب وذهاب وحقق فيها اللقب إن شاء الله. النادي الأهلي تسلسل أهم إنجازاته دوري أبطال أفريقيا، أول لقب ضد أشانتي كوتوكو عام 1982، اللقب الأغلى اللي وضع النادي الأهلي على الطريق. تاني لقب كان ضد الهلال السوداني عام 87. تالت لقب العودة للزعامة ضد صن داونز الجنوب أفريقي عام 2001 بعد غياب دام سنوات. وبعدها الثلاثية الذهبية بتاعة الأسطورة مانويل جوزيه اللي هي عام 2005 2006 2008. وبعدها الثورة اللي قامت في مصر. من بعدها قطار النادي الأهلي لن يتوقف ولم يتوقف في البطولة الأفريقية. بعدها غاب البطل النادي الأهلي، حصد ألقاب عام 2012 و2013. بعدها غاب البطل 7 سنوات وجاء من بعيد ليجوب أدغال أفريقيا ويأكل الأخضر واليابس. النادي الأهلي بدأ بعد غياب ال7 سنين يجوب شوارع أفريقيا وغاباتها بأدغالها، كل الأخضر واليابس كله بإذن الله. وكانت البداية أمام الزمالك 2020 بهدفين، هدف عمرو السولية بدماغه في بداية المباراة، وهدف القضية ممكن مجدي قفشة، كلكم عارفينه. مجدي قفشة هيظل في تاريخ وأذهان وعقول الزملكاوية كلهم، كل الزملكاوية يعرفوه. بعدها عام 2021 أمام كايزر شيفز، و23 حصد اللقب أمام الوداد البيضاوي المغربي، وعام 24 حصد اللقب أمام الترجي التونسي، وهو الأكثر حظاً للقب الأفريقي بعدد 12 بطولة. كأس السوبر الأفريقي 8 ألقاب، فاز به الأهلي عام 2002 2006 2007 2009 2013 2014 2021 وأخيراً 2022. كأس الكؤوس الأفريقية 4 ألقاب، 84 و85 و86، وكان اللقب الأخير عام 93. كأس الكؤوس الأفريقية عام 2014 بالهدف الشهير للقناص عماد متعب أمام سوي سبورت. لقب النادي نادي القرن الأفريقي ده منحه منحة من الاتحاد الأفريقي الكاف للنادي الأهلي رسميا عام 2000 بعد تفوقه بالنقاط على جميع منافسيه، واللي استلم اللقب الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي. دي كانت
القاب النادي الاهلي الافريقيه. هقول لكم شويه احصائيات سريعه، وبعد كده ان شاء الله في الحلقات القادمه هنتكلم باستفاضه عن كل بطوله حصدها النادي الاهلي. في قناتك هنا حقائق وارقام، انا هقول لك اول حلقه ده الجزء الاول والحلقه الاولى هقول لك فيها مجموع البطولات والبطولات اللي خدها النادي الاهلي. بعدها على طول ان شاء الله كل يوم الصبح باذن الله الساعه 11 هينزل فيديو ببطوله افريقيه واحده بالتاريخ بتاعها كله، من اول مباراه لاخر مباراه، احصائيات مش هتلقاها ان شاء الله غير في حقائق وارقام. النادي الاهلي احصائيات سريعه حتى عام 2025 اكثر من 25 مشاركه افريقيه، اكثر من 230 فوزا في البطولات الافريقيه، اكثر نادي وصولا الى نهائي دوري ابطال افريقيا. اشهر مباريات النادي الاهلي الافريقيه كانت 2001 امام صن داونز، واهدافه الثلاثيه بتاعت خالد بيبو. بعدها على طول الرومونتادا ضد الترجي 3-1 في 2018، واخيرا نهائي القرن ضد الزمالك 2020 والفوز 2-1. ولسه قايل لحضراتكم بالقضيه ممكن بتاعه الكابتن محمد مجدي قفشه اللي كل الزملكاويه يعرفوا. طبعا انا ان شاء الله باذن الله دي كانت مجموع البطولات اللي حصدها النادي الاهلي كامله، اللي هم 12 لقب دوري ابطال افريقيا، 4 القاب كاس السوبر، 4 القاب كاس الكؤوس الافريقيه، ولقب واحد كاس الكونفدراليه الافريقيه. هو لقب واحد لان النادي الاهلي ما بيشاركش فيها من بعد 2014. المره اللي شارك فيها الوحيده خدها بالهدف بتاع عماد متعب في الدقيقه الاخيره من الوقت بدل الضائع امام سيو سبورت. ان شاء الله باذن الله الحلقه الصباحيه بكره هيكون فيها فيديو عن اول بطوله خدها النادي الاهلي عام 1982 اللي كانت بدايه المجد الافريقي، واللي وضعت النادي الاهلي على الطريق الصحيح. كل يوم احنا لسه في الجزء الاول بطوله افريقيا ان شاء الله. بعدها بعد ما نخلص الجزء بتاع بطوله افريقيا، بطولات افريقيا كلها بكاس الكؤوس، بكاس السوبر الافريقي، بكاس الكونفدراليه، ان شاء الله هنبدا في الدوري. بعدها كل دوري خد النادي الاهلي هيكون ليه حلقه مخصصه، حلقه واثنين بحقائق وارقام وتواريخ. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي في مبارياته القادمه في كاس العالم، وان شاء الله ان شاء الله التوفيق حليف النادي الاهلي. لسه في الفيديو المسائي ان شاء الله هقول لكم الاخبار كامله، والسلام عليكم ورحمه الله.